في نهاية التسعينيات كانت روسيا على حافة الانهيار. الإمبراطورية التي هزت العالم في القرن الماضي تحولت إلى دولة مثقلة بالفقر والفساد والفوضى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. في تلك اللحظة المظلمة ظهر رجل هادئ من الظل، ضابط مخابرات سابق في جهاز الKGB. وجهه لا يبتسم كثيرا وصوته منخفض لكنه حازم. اسمه فلاديمير بوتين. ومنذ أن صعد إلى السلطة عام 1999 تحول إلى رمز معقد، في نظر البعض المنقذ وفي نظر آخرين القيصر الجديد. فلاديمير بوتين بطل قومي أم ديكتاتور معاصر؟ ولد بوتين عام 1952 في مدينة لينينغراد سانت بطرسبورغ اليوم، في عائلة متواضعة نجت من حصار النازي القاسي. درس القانون ثم التحق بجهاز المخابرات السوفيتية KGB، حيث قضى سنوات في الظل يتعلم فنون التجسس والولاء والانضباط. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 كان معظم ضباط الدولة القديمة ينهارون مع النظام، لكن بوتين لم يسقط، بل تسلل بهدوء إلى دوائر السلطة الجديدة حتى أصبح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ثم رئيس للوزراء في عهد بوريس يلتسن. وفي نهاية عام 1999 حين أعلن يلتسن استقالته المفاجئة سلم روسيا إلى بوتين وهو يقول له: اعتني بها. وهكذا بدأ فصل جديد في التاريخ الروسي. حين تولى بوتين الحكم كانت روسيا غارقة في أزمات لا تنتهي، اقتصاد منهار، مافيات تسيطر على الدولة، وحرب أهلية في شيشان تمزق البلاد. جاء بوتين بشعار بسيط لكنه قوي: الاستقرار أولاً. وبقبضة من حديد أعاد السيطرة على شيشان وأطلق حملة شرسة ضد الفساد والأوليغارشية، أعاد للدولة هيبتها ورفع الروح الوطنية. ارتفعت أسعار النفط والغاز فتدفقت الأموال إلى الخزينة الروسية وعادت موسكو تدريجيا إلى المسرح الدولي. في غضون 10 سنوات تحولت روسيا من دولة على وشك الإفلاس إلى قوة تتحدث بثقة في وجه الغرب، ولهذا يرى كثير من الروس في بوتين بطلا قوميا أنقذ بلادهم من الإذلال بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. حلم الإمبراطورية الضائع. بوتين لم يقدم نفسه كديكتاتور بل كرمز لعودة روسيا القوية بعد قرن من الانكسار. كان يقول في خطاباته: انهيار الاتحاد السوفيتي أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين عمل بوتين على إعادة بناء النفوذ الروسي في كل مكان، في جورجيا عام 2008، في القرم عام 2014، وفي سوريا عام 2015، وأخيرا في أوكرانيا عام 2022. كل خطوة من هذه الخطوات قدمها للشعب الروسي كمعركة من أجل استعادة الكرامة. وهكذا ولدت صورة بوتين في الداخل، قائد يعيد مجد الأمة ولو بالعنف. لكن في الخارج بدأ العالم يراه وجها آخر، رجلا يعيد للعالم شبح الحرب الباردة ويرى في الديمقراطية الغربية خطرا على هويته القومية. خلال أكثر من عقدين في الحكم لم يعرف عن بوتين أنه يحب المعارضة، الصحف أغلقت، الإعلام خضع لسيطرة الدولة، الخصوم السياسيون نفوا أو سجنوا أو اختفوا في ظروف غامضة. في نظر مؤيديه هذا الثمن كان ضروريا لحماية الاستقرار من الفوضى، لكن في نظر معارضيه كان ذلك تحولا تدريجيا لروسيا إلى دولة بلا معارضة حقيقية. تحت حكم بوتين تحولت الانتخابات إلى استفتاء على شخصه، وأعيد تعديل الدستور عام 2020 ليتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2036. هكذا ولد السؤال الصعب: هل بوتين رمز القومية أم سجينها؟ بوتين والعالم، صدام الحضارات من جديد. في العلاقات الدولية يمثل بوتين التمرد على النظام العالمي الذي تقوده أمريكا منذ عام 1991. يرى أن العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب، وأن روسيا لها الحق في الدفاع عن مصالحها حتى آخر مدى. في الشرق الأوسط عاد النفوذ الروسي بقوة عبر بوابة سوريا، وفي أوروبا أعاد ضم القرم متحديا الغرب والعقوبات، وفي أوكرانيا أشعل حربا أعادت العالم إلى أجواء الحرب الباردة. بالنسبة لروسيا بوتين يقف في وجه الهيمنة الغربية، لكن بالنسبة للغرب هو ديكتاتور معاصر يعيد تعريف القوة في القرن 21.
في الداخل محبوب من أغلب الروس، ينظر إليه كرمز للفخر الوطني، رفع الاقتصاد، أعاد الجيش، وأوقف الانهيار الاجتماعي. في الخارج يتهم بالقمع والتوسع العسكري، بتهديد النظام الدولي، وبإحياء نموذج الحاكم الذي لا يسأل. وهنا تكمن المفارقة. بوتين بطل في وطنه لأنه أعاد القوة، لكن العالم يخافه لأنه لا يعرف حدودها. من بطرس الأكبر إلى بوتين، منذ قرون عاشت روسيا فكرة الزعيم الأبوي، ذلك الرجل الذي يوحد الأمة بالهيبة أكثر من القانون. من القياصرة إلى ستالين، ومن ستالين إلى بوتين، لم تتغير الفكرة كثيرا. ربما لهذا يرى الروس في بوتين امتدادا لتاريخهم وليس انحرافا عنه. لكن العالم الذي يعيش في عصر الديمقراطية والشفافية يرى في هذا النموذج تهديدا للنظام الدولي الحديث. ومن هنا يظل بوتين شخصية بين زمنين، زمن قديم لا يريد أن يموت، وزمن جديد لا يستطيع أن يحتمله. بالنسبة للغرب، بوتين هو الوجه الجديد للسلطوية، رجل يستخدم الإعلام والدين والسياسة لخلق إمبراطورية الخوف. لكن بالنسبة لكثير من الروس، هو القائد الذي أعاد لهم الإحساس بالعظمة بعد سنوات من الذل والانكسار. وفي النهاية ربما يكون فلاديمير بوتين كلا الأمرين في آن واحد، بطلا قوميا في نظر شعب جريح، وديكتاتورا في نظر عالم يخاف من عودة القياصرة. فلاديمير بوتين ليس مجرد زعيم، بل رمز لصراع أكبر بين نظامين للعالم، نظام يؤمن بالحرية الفردية، وآخر يؤمن بالقوة القومية والانضباط. سواء أحببناه أو كرهناه، فإنه يبقى الرجل الذي جعل العالم يعيد النظر في كل شيء، في معنى الديمقراطية، وفي حدود القوة، وفي مستقبل النظام الدولي. فهل التاريخ سيذكره كمنقذ لروسيا، أم كزعيم جر العالم إلى مواجهة جديدة؟ الجواب لم يكتب بعد.